يا نهار ضحك يا جدعان. مروان حمدي انبسطت جدا لما انا قلت ان 90% ما بيفهموش كورة في مصر، ورضا عبد العال وميدو زعلوا جدا من الكلام ده. تعالى نسمع مروان حمدي قال الكلام ده، واعمل لايك للفيديو يا ابو الصحاب وشيره في كل مكان عشان هنرجع نرد عليه رد ناري ونشوف الكلام اللي قاله هو على حق ولا مش على حق. وصلي على النبي في كومنت، وتعالى نسمع مروان حمدي قال ايه مع هاني حتحوت. اسمع كده. كابتن رضا عبد العال كان في الوقت ده هو اللي بينتقدك بقوة. ويمكن نزلت انت بعدها بعد بطولة كاس العرب نفسها او بعد ماتش لبنان جوه البطولة. جوه صح. قلت 80% من اللي بيطلعوا في البرامج الرياضية ما بيفهموش حاجة وبتوع لقطة. الناس كلها ربطت ما بين ده وما بين التصريحات اللي قالها كان ميدو اعتقد ساعتها، كان رضا عبد العال. فالناس قالت انه مروان بينتقد المحللين بعنف. احكي لي عن لا هو انا لحد دلوقتي، هو الكلام ده لحد دلوقتي، بس تقريبا النسبه بقت 90% يعني. النسبه بقت اكبر. هو ليه كده يا مروان؟ ده بيحصل. لا، في ناس محترمين جدا وفي ناس فاهمه وبتاع، لكن عموما الموضوع فيه عشوائيه مش طبيعيه. اي حد بيطلع يتكلم في اي حاجه ومحدش بيراجع وراه. الطريقه، انا مشكلتي في الطريقه نفسها. انا ما عنديش مشكله ان انت تطلع تقول لي انت النهارده كنت وحش، المفروض كنت تتحرك كذا وتيجي كذا وتعمل كذا، لكن كده انا اقتنع واقول لك شكرا. لكن هتطلع بقى تهزر وتتريق وتدي افيهات وتطلع هنا وهنا، والموضوع يبقى متاخد عليك ان انت. ما بتكلمش على الكابتن رضا والله دلوقتي، بتكلم عموما، لان الموضوع منتشر مش مالوش علاقه بالكابتن رضا. ناس كتيره قوي مش هسمي لك. فانا كان لازم ارد عليهم. يعني الناس يقول لي لا ما ترد، لا ارد عادي. ما يعني ايه المشكله؟ ما انت طالع بتتكلم وفي الاخر انا قلت وجهه نظري. ما انت بتطلع تقول وجهه نظرك فيا، فايه المشكله ان انت محلل وبتطلع على التلفزيون؟ انا هقول برضه وجهه نظري فيك. بس فكان الموضوع بسطني يعني وقلب الدنيا واتضايقوا. انا كنت مبسوط ان هم اتضايقوا. يعني انا كنت مبسوط قوي والكابتن ميدو طالع على التلفزيون ومتضايق قوي. يعني الكابتن ميدو حبيبي، بس كنت متكيف بصراحه. والكابتن رضا برضه. مروان، كابتن وائل جمعه ساعتها جه لامك قال لك ما ينفعش تكتب حاجه زي دي على انستجرام. جالي الساعه 3 قال لي شيلها وبتاع وكبر دماغك ومش عارف ايه. كان قايل لي كده. فانا قلت له ماشي يا كابتن هشيلها وبتاع، وشلتها الساعه 1 بالليل. يعني هو كان مدير المنتخب ساعتها مش كده؟ بس انا سبتها وقت طويل. يعني هو قال لي الساعه 3 العصر، انا شلتها 12 بالليل، بس كانت انتشرت بقى. اللي هو عشان اكبر عدد ممكن من الناس. لا بس هي انتشرت على طول. وخلي بالك الناس كلها كانت مؤيداني، مع ان الفتره دي كنت في انتقادات، بس الناس كلها كانت مؤيداني في اللي قلته. مين اللي بتحب تسمع تحليلاته او انتقاداته حتى ليك؟ 10% اللي بيعجبوك يعني. والله بجد مش اجابه كده. ما بسمعش يعني. كنت تسمع الوحش بس كنت في الاول ممكن اسمع حلو او وحش. كان الكابتن وليد صلاح الدين بيطلع يتكلم عليا كويس، ساعات يقول على حاجه اعملها او كده كنت بسمع. لكن دلوقتي ما بسمعش ولا كده ولا كده يعني. مفهوم. بص يا ابو الصحاب، انا عايزك تعمل لايك للفيديو ده، وبالله عليك شيره عندك عشان في كلمتين مهمين يعني مزنوقين في زور عايز اقولهم. اولا، رغم ان كابتن مروان حمدي يعني كان يعني مهاجم متواضع وعلى قده في الكوره وكلام من ده، لكن ده مش قصتنا في الكلام اللي هو قاله. حرفيا الكلام اللي هو قاله حقيقي. انت بتنتقد لاعب، انتقده في تحركاته، انتقده في شكله، انتقده في اي حاجه هو بيعملها في الملعب، لكن بالادب وبالذوق، مش بافيهات الكابتن رضا عبد العال ولا بافيهات ميدو اللي هم كانوا بيطلعوا يضربوها على مروان حمدي. وهو احنا بني ادمين برضك، انت بني ادم. انت كابتن رضا عبد العال لما امام عاشور طلع واداك كلمتين، انت كنت بتتهبط وتترزع في الارض ورديت عليه. ده برضك في الاول وفي الاخر بني ادم، وليه يعني اسره واهل وكلام من ده. طيب، هل كلام مروان حمدي ده حقيقي؟ ايوه يا ابو الصحاب حقيقي، اقسم بالله الكلام اللي هو بيقوله ده حقيقي. 90% من اللي بيحللوا كوره على التلفزيونات ما بيفهموش كوره. ايه يا عم اسلام، هو انت اللي طلع تقيمهم؟ هو انت اللي طلع تقول عليهم كده؟ لا، مش انا اللي طلع اقيمهم. كلامهم ولسانهم واللي بيطلعوا يقولوه على القنوات هو اللي بيقيمهم. ليه بقى ما بيتكلموش كوره يا جماعه؟ دلوقتي اللي بيتكلم كوره ما بيتسمعش، عشان نكون في الصورة، في ظل ان الناس مخنوقة، في ظل ان الناس يعني ضغوط الحياة، في ظل ان في حاجات كتيرة جدا ضغط على الناس اللي بتطلع تتكلم كورة وبتتكلم تكتيك وبتتكلم فنيات حرفيا بالورقة والقلم. يعني في ناس، انا لو قعدت اتكلم لك يعني
اتنين تلاتة بيتكلموا كورة وبيطلعوا يحللوا تكتيك بالظبط كما انزل زي ما الكتاب ما قال. مش هقول اسامي بقى، انتوا اكيد عارفين الناس دي كلها. يعني الناس دي ما بتتشافش، الناس ديت يعني حرفيا بتعمل مجهود جبار وما بتتشافش، لانها ما بتطلعش تقول افيه، ما بتضحكش، بتقول الكلام المظبوط وبالطريقه المظبوطه العلميه في الكوره. وواحد بقى يطلع يقول لك ها ده انا كنت لاعب كوره، اللي بيحلل ده ما لعبش كوره فما بيحسش باللي قاعد في الملعب. ازاي يا عم؟ يا عم كل حاجه بتدرس يا عم، وكل حاجه بتتعلم يا عم، انت ما نزلتش من بطن امك يعني عارف الكلام ده كله. دلوقتي العالم كله بقى شغال بالورقه والقلم. هتيجي تقول لي اصل انا ده ما لعبش كوره، اصل ما حسش، اصل مش عارف ايه. الكلام ده بقى كلام قديم قوي، كلام تسعيناتي، والله العظيم كلام تسعيناتي. شكرا لكل الناس. اتمنى اسمع ارائكم في الكومنتات، والناس تكتب رايها في الكومنتات، لان رايك انت مهم جدا وانا بستفاد جدا من الكومنتات يا جماعه. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.